خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. خلق الإنسان من عجل يعني إيه؟ مش معناها إن حاشا لله ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان بسرعة وفي صربعة زي ما بيقولوا، لا، خلق من عجل يعني الإنسان خلق في زمن فيه انكماش، فيه عجلة من الزمن، وزي ما قلنا قبل كده إن الزمن ده مطاط بيمتد وبينكمش. فإيه هي الأوقات اللي في اليوم اللي فيها عجلة في الزمن؟ قلناها في فيديو الكتابة الموقوتة الصلوات الخمس، هتلاقوا موقتين: شروق الشمس وغروب الشمس، ولذلك صلاة الفجر وصلاة المغرب هما أقل الصلوات في عدد الركعات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وفي آية تانية: قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يعني الغروب اتذكر لوحده، فالغروب هو أقصر وقت في اليوم، ولذلك هو اللي فيه انكماش زمني. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وقت الغروب. ليه؟ وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، عشان لا يطول عمر الإنسان ولا أجله ولا أمله في الحياة الدنيا. وده اللي ادى صفة للإنسان بعد كده إن هو أصبح عجولة، يعني مستعجل. كفار ومؤمنين: الكفار ويستعجلونك بالعذاب، وفي آية تانية قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. والمؤمنين أمثلة كتير: موسى عليه السلام: وعجلت إليك رب لترضى. وسيدنا إبراهيم عليه السلام: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين لما جاءوه فجاءهم بعجل حنيذ. العجل كان قاصد إن هو كان يعجل بيه أمر ما. وده يودينا لسؤال مهم جدا: هو ليه السامري أخرج لهم بالتحديد عجلا جسدا؟